تأهل تاريخي للمنتخب المغربي للفتيان لتحسن المستوى ديالهم مباراة بعد مباراة اللي ما كناش مآمنين بهذا المنتخب بعد الخسارة الأولى والثانية في دوري المجموعات، ولكن شفنا الاستفاقة ديالهم في مباراة كاليدونيا وأمريكا واللي برهنوا عليها في مباراة مالي، حيت شفنا سيطرة المنتخب المغربي واللي فايت لينا واجهنا المنتخب المالي في كأس إفريقيا اللي كانت سالت بنتيجة 1-1 وتحسمات بضربات الترجيح، اللي كتبين أن المنتخب المالي ماشي بالسهل تفوز عليه، ولكن الحمد لله فضل الجمهور والقتاليه ديال اللاعبين قدرنا نفوزوا عليهم اداء ونتيجه. قبل ما نبداو ما تنساش تشترك معنا في القناه الا كنتي جديد وتضغط على زر الاعجاب. نبداو على بركه الله. بيلباها دخل بنفس التشكيله اللي دخل بها في المباراه السابقه، في حراسه المرمى اكيد شعيب بن العروش اللي قدم مباراه كبيره وتصديات رائعه، وفي قلبي الدفاع تواجد كل من الياس الحديوي وبلال سقراط. الظهير الايمن تواجد حمزه بوهدي اللي خرج مصاب في المقابله اللي كنتمناو ليه الشفاء، وإلياس الزكري اللي صراحة رجل المقابلة اللي قدم أداء رائع وقدم دوبل أسيست في المقابلة وتحصل على ترقية 8.9. وندوزو الخط الوسط وجود اللاعب السعيدي اللي الدور ديالو كبير في المنتخب وكان من أحسن اللاعبين في المقابلة، وإلياس بن صالح واللاعب زكريا الخلفيوي. ونمشيو لخط الهجوم، تواجد اللاعب الداودي كجناح أيمن وإسماعيل العود اللي سجل هدفين وقدم مباراة كبيرة وتحصل على ترقية 8.9. وكرأس حربة تواجد زياد باها اللي سجل الهدف الاول للمنتخب المغربي. هذه هي التشكيله اللي دخل بها نبيل باها اللي اعتمد على خطه 4-1-4-1 اللي صراحه فاجئني نبيل باها حيث اعتمد على الاسلوب الهجومي عكس المباريات السابقه اللي كان كيعتمد على الفكر الدفاعي، ولكن اليوم شفنا المنتخب مسيطر على المقابله ومعتمد الاسلوب الهجومي وكيدير الضغط العالي على الخصم. واللي عجبني من المدرب نبيل باها انه دخل مسيطر وخا الخصم كان احسن منه في المجموعات، ولكن الحمد لله دخلنا بشخصية البطل. أول محاولة كانت من المنتخب المالي من تسديدة اللاعب عيسى، عرف التدخل بالعروش والرد من الأشبال من تسديدة اللاعب المغربي كانت خطيرة على المرمى المالي، وضربة خطأ تحصل عليها اللاعب الداودي نفذها الزكري حولها باها إلى الهدف عن طريق ضربة رأسية، وكان رد من المنتخب المالي عبر تسديدة مرات قريبة من العروش. وزياد كان يسجل الهدف الثاني لولا تألق الحارس المالي الذي كان في المكان المناسب، ومن نفس المكان اللاعب الحديوي اصطاد ضربة خطأ واللاعب الزكري نفذها نحو السعيدي كانت قريبة من التسجيل. عرف التدخل الحارس وخطأ من المدافع المغربي كاد يكلف المغرب هدف عن طريق عيسى مندي، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة اللاعب المالي تحصل على ضربة جزاء بعد تدخل متهور من الحديوي، واللاعب مباب كيسجل هدف التعادل والزكري من ضربة خطأ مرة العرضية للاعب إسماعيل العود وقدرنا نسجلوا الهدف الثاني نفس طريقة الهدف الأول. ومع بداية الشوط الثاني شفنا ضغط عالي للمنتخب المالي، كانوا قراب من التسجيل وشفنا تسديد اللاعب المالي ولكن بالعروش تصد عليها وإسماعيل العود سجل الهدف الثاني عبر تسديدة من بعيد، وغادي يكون واحد من أجمل الأهداف في البطولة. والمنتخب المالي قلص النتيجة في تسديدة قوية وانتهت المباراة 3-2 لصالح المنتخب المغربي. المنتخب المغربي قدم أفضل مباراة ليه في كأس العالم للفتيان، حيت شفنا المنتخب هجومي أكثر وقتالية من اللاعبين. وما نساوش الخدمة الكبيرة ديال نبيل باها، وخاصنا نثقوا في هذا المنتخب إن شاء الله وهاد الوليدات حيت كيتوفروا على إمكانيات كبيرة وحنا ثايقين فيهم غادي يمشوا إلى أبعد نقطة في هذه المنافسة. وما نساوش إلا وصلتي حتى لهنا ما عليك غير تشارك معنا في القناة.